السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل متابعينا الكرام واخواتنا وبناتنا وامهاتنا الحبيبات، يا رب دايما تبقوا بخير وعافية وسلام. ان شاء الله النهاردة الفيديو يكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله ينال اعجابكم ونستفاد كلنا من الاخطاء اللي احنا بنشوفها وبنسمعها، ونحاول على قدر الامكان نتلاشاها. اتمنى ان شاء الله نكون خفاف عليكم ونكون عند حسن ظنكم. النهارده الفيديو بتاعنا عن خطأ كبير كارثي بيحصل معانا في الايام اللي احنا فيها دي، ودي ايام مباركة ما ينفعش فيها ان احنا نأذي حد تماما. احنا عايزين نحصد حسنات مش نشيل سيئات، وكلنا مشتركين في الذنب. تمام. اكيد ان شاء الله فاهمين وعارفين انا هتكلم عن ايه، كلها على رأي ومسمع الناس كلها. الصواريخ والكربون وتوليع السلك، كلها دي اضرار عظيمة جدا. حرام حرام احنا بنأذي الناس في الطرقات. نتقي الله في بعضينا، نتقي الله في اولادنا، عشان دي مسؤولية علينا. كل راعي مسؤول عن رعيته. حاولوا على قدر الامكان تلاشوا حاجه زي كده، اجتهدوا يا جماعه. لازم نحط ايدينا في ايدين بعضينا عشان خاطر نغير حاجه زي كده. ده خطأ عظيم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في اذية الطرقات. طبعا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وطبعا اذية الصواريخ والسلك والحاجات دي كلها بايدينا. تمام. فاحنا على قدر الامكان وقدر المستطاع نحافظ على نفسينا ونحافظ على جيراننا ونحافظ على اكل العيش بتاع الناس، لان في ناس كتيره جدا في المحلات بتبقى عارضه حاجتها بره المحل، بتتضر برضو زينا. وحرام احنا بنبقى ماشيين في التراويح، في ناس بتبقى راميه صواريخ بتستظرف مع الناس وهي ماشيه في الشارع بنية الهزار او الاستخفاف يعني، وده لا يصح نهائي. ممكن حد لا قدر الله من الخض يجيله ضرر في قلبه، يجيله ضرر في جسمه. فاحنا ليه الاذيه يا جماعه؟ نحاول على قدر الامكان نحافظ ونجتهد ونراعي ربنا في اللي حوالينا. احنا بندي الناس حافز وتشجيع ان هم يطوروا من الاضرار دي والكوارث دي، ويطوروا منها ويجوا السنه الجايه او العام اللي بعد منه بتلاقيهم بيجيبوا حاجات تانية ويخترعوها عشان خاطر يزودوا المكسب بتاعهم، وكلنا مشتركين في الذنب ده. فنحاول على قدر الامكان نحافظ على اولادنا ونمنع حاجه زي كده، مش عشان خاطر اريح دماغي من ابني او بنتي واقول لها مع السلامه اطلعي في الشارع لحد ما اريح شويه او اقعد شويه اتفرج على مسلسل، او وانت جايه في التراويح تقولوا له خلاص ماشي مع السلامه العب وبعد كده تعالى لي على السحور. كل ده خطأ طبعا. احنا بنراعي ربنا في ولادنا، دي امانه معانا. لازم نبقى عارفين ولادنا بيعملوا ايه، بيصرفوا فلوسهم في ايه، فنتابع متابعة مهمة جدا علشان ما نجيش في الاخر نندم ونرجع نقول يا ريتنا. تمام. فكل ام وكل اب احنا داخلين رمضان عشان نحصد حسنات مش عشان خاطر نشيل سيئات. فكلنا هنشترك في الذنب في الحاجة دي. صاحب اكل عيش بيبقى عارض حاجته بيتضر، الناس بتبقى ماشيه في الطريق بتتضر، البنات بتبقى رايحه في التراويح رايحه خارجه تجيب لبسها خارجه تجيب حاجه بتتضر، الناس الاطفال الصغيرين بيبقوا رايحين يجيبوا حاجات بيتضروا، بيبقوا خايفين وماشيين. فاحنا حاولوا على قدر الامكان يا جماعه نراعي بعضينا ونخاف على بعض. اللي هرضى على نفسي هرضى على غيري، اللي هرضى على اولادي هرضى على ولاد الناس، اللي هرضى على اختي وامي هرضى على اختك او امك. فكل ده دين بيتسد. فنحاول على قدر الامكان نراعي ربنا. بجد الخطأ ده عظيم جدا. نحاول نتلاشاه. كلنا يد تعاون، نتعاون مع بعضينا عشان خاطر ما نديش فرصة لحد زي كده يطور من المواضيع دي. موضوع الكربون دوت كارثة عظيمة، بيبقى حرقها متعمق شوية اكتر من الصواريخ كمان. الموضوع مش سهل يا جماعة يعدي كده ببساطة. الموضوع ما ينفعش يتساب، الموضوع لازم ياخد فيه وقفة جامدة، كلنا في ايدين في بعضينا. ما ينفعش ان انا اقول لا وفي غيري يقول فاحنا كده متشتتين، ما ينفعش. رجاء رجاء الخطأ ده لازم ينتهي، وان شاء الله بإذن الله طول ما احنا نيتنا خير لبعضينا ونيتنا نجتهد ان احنا نحصد حسنات، استقبلوا رمضان بالعبادة والطاعة والعمل الخيرات، بدل ما نستقبله بالأذية الناس والضرر للناس ونحصد سيئات. بجد يعني المشكلة دي الواحد مش حاببها نهائي، واكيد كلنا واغلبيتنا بنمر بيها وبنعاني منها وكلنا متصدعين بسببها. لازم نبلغ غيرنا، لازم نراعي غيرنا، لازم
نشوف اي خطأ نعدله. ما ينفعش نسكت على الخطأ يا جماعة ونكبر دماغنا ونقول انا مالي. نحاول يعني ننهي النهي عن المنكر باللسان او باليد او بالقلب. فربنا يصلح حالنا وحال الجميع يا رب العالمين، ونحاول نتقي الله في اولادنا وفي حوالينا. اتمنى ان شاء الله باذن الله رمضان نبقى خارجين منه باكتر الحسنات عن قدر الامكان، ما نضيعش منه وقت، ما نضيعش منه ساعه، ما نضيعش منه لحظه. عليكم بالاستغفار، بالذكر، بعمل الخيرات. ده شهر عظيم في العام كله، فنحاول نحصد منه على قدر الامكان ونخرج منه واحنا كسبانين مش خسرانين. اسال الله ان يرزقنا العتق من النار ويرضى عنا ان شاء الله جميعا، ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. ولو في اي اخطاء حابة ان احنا نتكلم فيها بلغوني واكتبولي في التعليقات. لو في اي حاجة تانية ملحوظة عايزة تقوليلي عليها، انا مرحبة جدا بآرائكم ومرحبة جدا باي انتقاد بصدر رحب. الحمد لله رب العالمين، احنا كلنا نتعاون وكلنا مشتركين في مجتمع واحد. اتمنى ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. القاكم ان شاء الله فيديو اخر. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.